تعالوا بقى احكي لكم ازاي يعني اتقابلنا في المكان الغريب ده. رجعنا للمكان اللي انا وافضل اتقابلنا فيه من 10 سنين، بس المره دي احنا جايين ومعانا بنتنا، وهتستغربوا جدا المكان اللي احنا اتقابلنا فيه لاول مره في حياتنا، وهو حديقه الحيوانات. وهنحكي لكم بقى تفاصيل الحكايه واتقابلنا هنا ليه وكده جوه في الحديقه. فحجزنا تذكرة يا جماعة، وأول مرة جنة هندخل في زو وهشوف الحيوانات. خليكم معانا هوريكم كل التفاصيل بتاعتنا، يعني الستوري بتاعتنا عملنا ايه وقابلنا فين. متحمسة نشوف التمثال الحيوانات بس. What is this? Wow! ده أول مكان في الحديقة، بس طبعا هي يعني عادي بتشوف عصافير كتير، لكن هي طبعا متحمسة أكتر للحيوانات الكبيرة، الأفيل وكده. Wow! Wow! صارت فين؟ Wow! جنة flying like bird. إيه ده في حد بيفلاي كده؟ ده penguin ده. What is this? This is parrot. دلوقتي بقى رايحين بيت الزواحف. جنات بتحب التمساح قوي، يعني بتشوفه في الأغاني وكده، فهتبقى أول مرة تشوفه. Uh-oh. يا إيه؟ Oh no! What is this? جنة عادي؟ بتقول يا جماعة إن الحرباية دي عندها شوك، فهي لو قعدت هتشوكها يعني. بيعمل ازاي؟ وبعديها بقى شفنا السحلية دي كبيرة شوية بحجم التنين، لكن جنات كانت خايفة منها قوي. ودي على فكرة سحلية موجودة عادي في الهند كتير، يعني ممكن تشوفوها في الشارع عادي. جنات بقى كانت عايزة تشوف التماسيح قوي، بس احنا قعدنا ندور عليهم كتير لغاية لما لقيناهم، بس هم علشان واقفين كده. كانوا واقفين طول الوقت لدرجة ان احنا حسينا ان هما تماثيل يعني على شكل تمساح. بعديها بقى رحنا نشوف الغزلات اللي جوجو كانت فاكراهم اصلا معيز في الاول، فانصدمنا اللي هو لا يا جنة ده دير، ده غزالة، وهي حبتهم قوي. كان في انواع كتير جدا من الغزلان بس كانوا بعيد كده. دير واو، هنا جيراف هنا. جنات what is this؟ جيراف. اكتر حيوان جنات كان نفسها تشوفه كان الزرافة، وجيناله مخصوص لان هو مش موجود في اي حديقة حيوان. وهنا الزرافة بقى ده كان متوتر قوي، كان عمال يلف طول اليوم ما احنا موجودين، بس كان عسول وكان بيقرب ساعات كده. شايفين هنا في الحدائق بيعملوا مسافة كبيرة قوي ما بين الحيوان والانسان كده. يا جماعة حديقة الحيوان هنا كبيرة قوي، دي بجد من أكبر الحدائق يعني، وفيها حيوانات كتير قوي، يعني فيها كل الحيوانات. بس شوية القوانين صارمة هنا إن ما ينفعش تقرب من الحيوانات، ما ينفعش تأكلهم، ما ينفعش أي حاجة. تعالوا بقى احكي لكم ازاي يعني اتقابلنا في المكان الغريب ده. يعني انا طبعا من مصر وهو من الهند، فيعني ايه اللي جمعنا في حديقه الحيوانات؟ انا زي ما انتوا عارفين من 10 سنين يعني كنت طالبه لسه في كليه العماره، وهو كان طالب في كليه الهندسه. انا كنت في اول سنه وهو كان في اخر سنه، كلنا طلبه كده مع بعضينا كنا عايزين نروح حديقة الحيوانات يعني. فسألنا حد من الطلبة الهنود اللي هم أكبر يعني في السن إزاي يعني نوصل وكده. كنا كلنا أجانب، يعني كل اللي في سني كانوا أجانب، وكنا عايزين نروح حديقة الحيوانات. رحنا بقى الوحيد اللي يعني وافق إن هو يجي معانا كان أفضل. فأنا كنت جاي مع أصحابي زي التور جايد بتاعتهم، وعمل لهم مرشد جولة. سياحي، عمل مرشد. أيوة،
عملت لهم بقى جولة سياحية في الزو في حديقة الحيوانات. ايوه هقول لكم ليه أنا عملت لهم جولة، عشان أنا لنفسي يعني من أصحابنا كان عارف شوية عربي. كان أوكي؟ عارف ايه بقى؟ ايه اللي انت كنت عارفه؟ يعني أنا كنت عارف هذه حيوانات، هذه أسماك كده يعني. بقول له انت بتعرف عربي ايه بقى؟ قام قال لي هذه اسماك. ده الدب النائم يا جماعه. شخر ده دبدوب. وهنا بقى كان في دب صغير عسول جدا واقف على الطرف كده، كان عايز يجي ناحية الناس تقريبا ويلعب معاهم، بس طبعا زي ما انتوا شايفين عاملين له حاجز. وحيد القرن هنا يعني شكله زهق من الناس وما كانش عايز يقرب خالص ناحيتنا. والاسد بقى يعني جاله صلع وراثي، بس ده كان اسد عجوز يعني. سفاري بتاعت حيوانات. جنات هاي باي باي. وقبل السفاري كان في بيت الفيل، ودي بقى صورتي من 10 سنين في نفس المكان، وتصورت برضو مع الفيل ده، يعني ممكن يكون هو او حد تاني، بس هو اتصورت في نفس المكان مع الفيل من 10 سنين. elephant. कैसा करता है elephant? ودي كانت مفاجأة لجنات لأنها كانت أول مرة تشوف فيل في الحقيقة، وهي بتحب الأفيال جدا. بعديها قلنا بقى هنروح نعمل سفاري، لأن جنات ما اقتنعتش بالأسد العجوز اللي كان هناك ده يا عيني، وكانت عايزة تشوف أسد بجد بقى واقف وكده. فقلنا هنروح نعمل سفاري، والحديقة فيها سفاري حلو جدا، فيها أسود جميلة. ده الباص اللي بنركب فيه. في نوعين من الباصات، يعني مكيف ومش مكيف. الاحسن طبعا المكيف، لان هو ما بيكونش فيه قفص كده، بيبقى ازاز. فاول ما دخلنا كان فيه غزلان كده على الطريق، كانوا عسولين جدا. وطبعا في السفاري ده المفروض انت بتشوف نمور واسود يعني على الطبيعة كده. ده كان اسد تاني، فده كان شوية صاحي يعني. ودي بقى كانت لبقة، والصراحة اللبقة دي هيحصل كده اكشن ما بينها وما بين النمر اللي هو الابيض اللي هنا ده. احنا عمري ما كنت اتوقع ان انا اشوف خناقة ما بين نمر، يعني شايفين النمر قريب ازاي؟ ده كان ورا الباص بالظبط، بصوا عدى جنبنا بالظبط، بس كان نمر غلبان يعني. وقامت اللبوة جت وقامت شدت معاه، يعني كان غلبان خايف جدا منها، واضح ان هي مسيطرة في الحديقة يعني. اي 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 يا عيني عليه، والله كان غلبان قوي وخايف منها. خايفة؟ नहीं وكمان جربنا القطر اللعبة اللي هو كان موجود في الحديقة. احنا ما كناش عايزين نركبه قوي، بس كان موجود مجانا يعني مع التذكرة، لان احنا اشترينا التذكرة اللي هي شاملة كل حاجة. فقلنا بقى مش هنضيع التذكرة كده على الفاضي ونركبه. بس كانت رحلة جميلة وجنات استمتعت بيها قوي. بابون بابون قولي له هلو. أفضل لو رجع بيك الزمن من 10 سنين هتيجي الرحلة دي تاني؟ ان شاء الله. الف مبروك. مش تحت تهديد يعني، قول عادي اللي نفسك فيه. الف مبروك. ألف مبروك. يبقى حلو صح؟ فين؟ خلاص خلاص. يعني مين كان يتوقع يا جماعة ان رحلة عبيطة زي رحلة لحديقة الحيوانات كده ممكن تغير حياتي جدا بالشكل ده؟ يعني انا ولا كان حد قال لي، ما كنتش هصدق ان انا هاجي كمان 10 سنين ومعايا بنتي وجوزي اللي قال لي هذه اسماك وهذه حيوانات. فيعني بجد يا جماعة الواحد الأقدار كده، الأقدار كده عمرك ما تتوقعها. لو حد جه قالك عمرك ما هتصدق.
فدايما كده نستسلم للامر الواقع وخلاص، وخلينا ماشيين وربنا يكتب لنا الاحسن دايما يا رب، ويكتب لنا الحاجه الحلوه. ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. مع السلامه. مع السلامة. دي بقى كانت نهاية الرحلة، ورحنا نشرب شاي وناكل كرواسون كده في كافيه معروف جدا في حيدرباد اسمه نيلوفر، مش عارفة بنطقه صح ولا لا، بس كان حلو جدا.